Brazil Morocco was a great Good game. game, yeah. Was a great game. Part of that, I had some nice dinners and some nice sleeps, and I didn't stay awake 3 a.m. No I chance. hear it. I will, I'll get but you. not now. But المدافع فان هيكي والنجم تيجاني رايندرز أكدوا أنهم كيتسناو مواجهة نارية ضد المنتخب المغربي، وحتى ملي تكلموا على الحرارة قالوا باللي الأجواء غادي تكون ساخنة ماشي غير في المكسيك ولكن حتى في هولندا. Schrijf, denk je? 3-0 Nederland. 3-0 voor Nederland. Ja, jij blijft volharden in je eerste mening. Ja. Pierre, Nee, wat denk jij? dat zie ik niet. Beperkingen, dan is het daarna. Zijn we احنا شعب التحدي منذ القدم وسنبقى شعب التحدي. خص الجميع يعرف في الداخل وفي الخارج على التحديات ماشي احنا اللي تنقلبوا عليها، بالحق الا لقيناها في طريقنا تنعرفوا نتغلبوا على التحديات. bijna die hele dag doorgekomen zonder excuses te hoeven maken, maar nu Nee, dat is... met 3-0. Maar Deze wat tafel denk is je echt echt wel, dan, Raf, even serieus? Nee, ik denk... Kijk, Nederland moet van Marokko winnen, van zo'n Ja, ploeg. moet, maar ik bedoel... Nee, daar begon jij over. وهذا الشيء ماشي أول مرة، حيت قبل 3 شهور فقط كان فان دير فارت صرح بأن اللاعبين اللي ما كيلقاوش بلاصتهم مع هولندا كيمشيو يلعبوا مع المغرب. We komen Marokko dus waarschijnlijk gelijk tegen. In die 16e finale of Brazilië. Maar gelukkig, Rafa, gaan we dan winnen, dus dat is allemaal geen probleem. Nee, tegen Marokko. Ja, maar je komt tegen Marokko of Brazilië. Ik wil niet lullig doen, maar alle Marokkanen die niet goed genoeg zijn, die gaan voor Marokko spelen. Nou, er zit toch wel... Ja, oké, maar er zit toch wel heel veel... Maar niet in België, hè? En alleen Ziyech, dat was de enige die ik graag bij... Die is dan... Ja, maar je bent toch wel... Of vind je het team dan niet zo goed, Marokko? Nee, dat wel is een goed echt team, grote maar spelers. Als jij halffinale WK wil halen, je wil kampioen worden, wij als Nederland, je speelt bij Liverpool, Barcelona, noem maar op. Ja, dan ga je niet druk maken op Marokko, echt niet. ومن بين اللقطات اللي رجعات للواجهة واحد التصريح القديم ديال حكيم زياش قبل مونديال قطر 2022 ملي تسول إلا لعبتي ضد هولندا كيفاش غادي تكون ردة فعلك؟ Maar wat als je nou tegen Nederland komt te spelen en je scoort? Zo. Wat doe je? Je moet berekenen. Ik heb geen body, man. Shirt gaat uit. إلا خلعك مواجهة هولندا فأنا متأكد أنك ما سمعتيش فان دايك وكومان شنو قالوا. نعرف منتخب المغرب جيدا، فريق قوي للغاية، لاعبين ممتازين وفرديات كثيرة جدا، فريق قوي للغاية. هولندا من 2010 ما خسرات ماتش في كأس العالم، كانت دائما كتخرج بضربات الترجيح. المغرب واخا قدم مستويات مزيانة في المجموعة ديالو وجا الثاني في فارق الأهداف على البرازيل، رغم هذا الشيء غيواجه أصعب خصم ممكن في الدور 32. المنتخبات الأخرى غادي تواجه أفضل التوالت ولا اللي جاو في الوصافة، إلا المغرب والبرازيل غادي يواجهوا هولندا واليابان. واخا المغاربة شافوا هذه المواجهة ظالمة وشافوا أن هذا المونديال ديال 48 منتخب ماشي منصف، الا انهم تايقين في الفريق ديالهم وفي راسهم. نجوم المنتخب الهولندي ومن بينهم فان دايك كيشوف ان المغرب منتخب محترم وقوي. فان دايك كيقول ان المغرب داروا مشاكل لاغلب المنتخبات اللي لعبوا ضدهم في السنين الاخيره، والمنتخب المغربي قوي وغادي يكون ماتش صعب. وحتى المدرب كومان قال نفس الشيء. ولكن في جهه اخرى الهولندي ابراهيم افلاي ذو الاصول المغربيه حاول يستصغر من المغرب وقال المغرب دار ماتش عيان ضد هايتي وكيضيع كره بزاف وكومان ما خصوش يتخلع منهم. بصيغه اخرى افلاي كيقول ان المغرب ضعيف وما غاديش يربحوا. الا ضربنا هذا الماتش الدراري الكاس ديالنا ديال المونديال، هذا هو الماتش اللي غيحدد شي الا صفر حكم وحنا رابحين هولندا ودزنا كاس ديالنا. واو على زهر عندنا. للاسف الاخوان هولندا ربحات تونس رسميا، هو المنتخب اللي غادي نواجهوه من اقوى المنتخبات في البطوله. حزموا الدراري السماطي. انا تنظن احسن خطه غنلعبوا بها مع هذا الفريق وهو الخطه ديال الركراكي. زير اللور، بونو فيق معنا، دفاع صحصحو، وسط الميدان دخل ليا كاع المقاتلين، خلي ليا واحد راس حربه يعاونوا الصيباري، وباذن الله مربوحه.